هنعمل ان شاء الله مع بعض النهارده اسهل فطير مشلتت ممكن تعمليه. مش هتحتاجي بقى تشتريه من بره ولا اي حاجه. تروح تشتري من الفرن الفطيره صغيره ما تاكلش فرد واحد بس، يعني يقوم كده جعان ب15 جنيه. وكمان نفسها ولا طعمها مش حلوين خالص. طبعا مقارنه باللي احنا بنعملها في البيت بتبقى في منتهى الروعه والجمال. هنعملها بقى بطريقه سهله جدا جدا بقى، من غير بقى لا نقعد نفرد ولا نقعد نورق ولا نقعد نشد ولا نقعد اي حاجه. مش تاخد منك اي وقت اطلاقا اطلاقا. تمام. انا كان معايا نص كيلو دقيق، ما شاء الله نص كيلو دقيق دوت هيعملوا معايا 3 فطيرات، 2 حلوين وواحده صغيره. تمام. حطيت عليهم ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقتين من السكر، وما تخافيش من السكر مش هيبقى مسكر ولا اي حاجه. بيديله كده طعم وريق حلو قوي. وكمان هنزل بقى بحوالي كوبايه او كوبايتين من الميه، كوبايتين من الميه بس، هنزل واحده واحده كده بالتدريج علشان الدقيق كله مش زي بعضه. وطبعا لو انت بتعجني على ايدك بتفضلي تعجني فيهم فتره كويسه لغايه ما تحسي ان العجينه معاكي كده عامله زي اللبانه كده بتمط كده. تمام. تحسي كده ان العجينه حلوه كده ومفتحه كده عامله زي اللبانه معاكي كده وطريه. تعرفي خلاص ان هو اتعجن وبقى تمام. على طول مش هسيبه يرتاح ولا اي حاجه دلوقتي. انا هبدا ان انا اقطعه على 3 كور. ممكن تعمليه على فطيره واحده بس حجمها كبير، ممكن تعمليه فطيرتين 2 بس، براحتك خالص. انا عملته على 3، 2 كان حجمهم وسط كده، واحده كانت صغيره. جبت بقى شوية زيت صغيرين كده وحطيتهم عليها علشان كانت العجينة فيها سنة تلزيقة بسيطة. أنا كنت عايزة فيها سنة تلزيقة بسيطة كده علشان العجينة تبقى هشة معايا وطرية وجميلة. طبعا برضو في ملحوظات ان انا هقول لكم عليها دلوقتي علشان خاطر مش تعملوها او تاخدوا بالكم منها كويس جدا. في المرحله ديت انا هغطيه باي حاجه عندي، بستريتش، فوطه، باي حاجه كده، وهسيبه حوالي ربع ساعه او تلت ساعه. لو انت عايزه تسيبيه نص ساعه او اكتر براحتك خالص خالص. تمام. بعد ربع ساعه كده هبدا ان انا افرد بقى العجينه واحده واحده، وهرش تحتها طبعا كده شويه من الدقيق علشان ارتاحت هتفرد معايا بمنتهى السهوله. ممكن تفرديها بقى بالنشابه، ممكن تفرديها بايدك براحتك خالص. الدقيق اللي انا مستخدمه دقيق متعدد الاغراض، متخصص في المخبوزات والمعجنات. تمام. لان برضو نوع الدقيق بيفرق معاكي. على قد ما اقدر كده حاولت ان انا افردها كده مستطيله. طبعا حطيت شويه، طبعا معلش انا اسفه الكاميرا كانت فصلت مني وانا مش واخده بالي. حطيت شويه سمنه كده على زيت، سمنه بلدي، ممكن تحط زبده على زيت، ممكن تحط قشطه على سمنه بلدي او سمنه عاديه براحتك خالص. كنت تحط شويه زبده فرن ما فيش مشكله، بس خلي بالك ان الزبده بتنشفه علشان فيها نسبه من الميه. وبدات ان انا ادهنها، وبعد ما دهنتها لفتها كده رول. وبعد ما لفتها رول كده رحت جايه حاطه فوقها زيت وتحتها زيت كده، وحطيتها على جنب وهغطيها برضو واسيبها ترتاح. دي كمان واحدة معايا. انا مش بفردها رقيقة، يعني سمكها اديكوا واخدين بالكم كده حوالي سنتي كده، ما هيش رقيقة قوي. وهبدأ برضو ان انا اوزع كل اللي بوزعه حوالي معلقة بكتير، يعني معلقة كده من السمنة على الزيت علشان كمان تبقى هشة كده وخفيفة معاكي، ما تبقاش تقيلة. بقعد بقى كده بعملها رول، وبعد كده بقفلها من جميع الجناب كده، بقفلها كويس واتاكد ان هي قفلت. واجيب برضو نفس الطبق واحطها كده عادي مفيش اي مشكله عندي. واحط طبعا فيها زيت من فوق ومن تحت، انا كنت حاطه في الطبق اللي انا حاطه فيه زيت برضو. وهركنها على جنب واعمل تالت واحده هي اللي هي الصغيره. وهبدا ان انا اغطيهم ببلاستيك كده، كيس بلاستيك ولا اي حاجه. وهبدا ان انا احطهم بقى على جنب. طبعا المقطع دوت معلش اتعاد معايا تاني. بوريكم بقى الفطيره من الاول، انتوا ما شفتوهاش اللي هي الاولانيه خالص وانا بفردها. عايزه اوريكم ان هي لو لزقت معاكم على الرخامه زي ما انا لزقت معايا كده، ممكن بقى بتشيليها باي حاجه، اي مقطع عندك او اي سكينه او اي حاجه، وتبداي تلفيها رول بالراحه. ممكن تلفيها من الجنب كده زي ما انا عملتها، ممكن تلفيها طوليا زي ما انا عملتها، مش هتفرق خالص معاكي. تمام. خلاص بعد ما ارتاحت بقى الفطاير، 3 فطاير كده قعدوا حوالي ربع ساعة وتلت ساعة وارتاحهم كده. طبعا هجيبها بقى كده كمنها كانت طويلة شوية، عادي ولا يهمك ولا تتوتري ولا اي حاجة. طبعا ورحت جايه حطاهم كده في بعض كده، هما كده كده ما هم معمول طبقات كده، وانا عاملاهم رول. هبدا ان انا افردها، هتتفرد معاك في منتهى السهوله. لازم تحط تحتها زيت كده وفوقها زيت عشان تعرفي تلفها كويس جدا. اي حته اتقطعت معاكي عادي خالص، مفيش اي مشكله، ما تخافيش ولا هيحصل لها اي حاجه. وكل ده بالدايره في التسويه. طبعا عايزه اقولك برضو على حاجه مهمه ومعلومه مهمه. اللي عايز الفطيره تبقى رقيقه، يعني في ناس بيحبها كده خفيفه كده ورقيقه خالص عامله زي الجلاش كده، هيرققها في
في الفرد، مش الفرد دوت، الفرد اللي هو التاني لما احطها في الصينيه واوريها لكم دلوقتي. اما بقى اللي عايزها بقى تكون كده في الورقات التوريقات بتاعتها باينه، تبقى تخينه شويه، وهقول لكم دلوقتي وانا بعمل. لفتها هوت، اتلفت معايا كده بمنتهى السهوله، ورجعت تاني كوره كده، وهو ده المطلوب. وحطيتها في صينيه، ما بدهنش الصينيه اي حاجه، لا عملت التلاته بنفس الطريقه علشان ما اضيعش وقت الفيديو عليكم وما اطولش وقت الفيديو. خلاص سبتهم يرتاحوا حوالي ربع ساعه، كمان اخر ربع ساعه كل مرحله بسيبهم ربع ساعه. لو هتسيبوهم اكتر مفيش اي مشكله. هبدا بقى ان انا افردها بقى في الصينيه كده، بتتفرد معايا في منتهى السهوله عشان ارتاحت. بصوا بقى في المرحله ديت ما ترقوهاش زي ما انا مرققاها قوي قوي كده، هتطلع معاكي رقيقه خالص، والطبقات مهاش باينه قوي، بس طعمها عايزه اقول لكم وهم، لان طبعا انا حاطه فيها سمنه بلدي، فطعمها فظيع بجد بجد بامانه، كان طعمها حلو قوي قوي. بس كانت رقيقه قوي زياده عن اللازم. لو انت تلاحظوا انا مرقاها جدا. عادي، انا وولادي بنحبها كده، بس انت بقى طبعا عايزاها رقات باينه فيها وطريه، مش ترققاها كده، خلي سمكها كبير شويه، يعني خلي الفطيره ديت ما تكونش واسعه قوي كده، يعني ما توسعهاش. يعني مثلا زي ما انا عاملاها كده دلوقتي، بس ما تعمليش اكتر بقى من كده. انا بقى باجي عليهم جامد، فانا بفردهم جامد بصراحه. بحس كده بنفس السمنه البلدي كده مع القرمشه البسيطه اللي فيها كده، لا لا طعمها حلو بجد. بس زي ما قلت لك كده، مش ترققيها زي ما انا مرققاها او كده عشان الطبقات تبان. مش تفرديها جامد زي ما انا فردها او كده. حطيت بقى كده في الاخر كده معلقه كده او نص معلقه كده من السمنه البلدي على زيت كده، وبرده ما بكترش الكميه قوي، يا دوب كل مكان كده من الجناب وكله بياخد من نفس السمنه على زيت، علشان خاطر تطلع كده طعمها ونفسها حلو كده في الفرن، وتقب معايا كده في الفرن. دي كانت الصغيره خالص، اخر واحده معايا. في التوقيت دوت انا مولعه الفرن على درجه حراره عاليه جدا من قبل ما افردهم الفرده الاخيره، واحطهم على صاجه الفرن مباشره. وبعد ما صاجه الفرن حطيتها، رحت جايه رافعاها تاني على الشبكه، بس خليت الشبكه قريبه جدا من الفرن. ما شاء الله لو تلاحظوا مقبه معايا وشكلها جميل. وعايزه اقول لكم بقى في التوقيت ده ريحتها وهم. طبعا لما تستوي من تحت بولع عليها الشوايه من فوق، او ممكن تولع الشوايه على الهادي خالص. اهم حاجه من تحت تبقى عالي جدا، هو بيدخل على درجه حراره عاليه. دي بقى اللي بتديها اللمعه وبتديها الطراوه. اول ما تطلع من الفرن وهي مولعه سخنه نار كده، بقوم جايه حطهم كده على بعض، واروح جايه دهنه كل واحده كده وشها بشويه سمنه بلدي كده، او لو عندك قشطه كده بالفرشه كده، حاجه بسيطه. يعني الثلاث فطيرات دول خدوا معايا حوالي 5 معالق بكتير او 4 معالق من السمنه البلدي. طبعا انت بتعملي حاجه في البيت بقى بتعملها لازم تكون كده حاجه حلوه ومميزه. بتغطيها كده بستريتش بقى تاني، او تغطيها بكيس بلاستيك، او تقضيها كده اخر واحده خلاص طلعت معايا من الفرن اهين، او تغطيها بفوطه باي حاجه عشان تبقى معاكي تطرى معاكي كده وتبقى جميله. دول الثلاث فطاير هم طلعوا معايا بصراحه طعمهم حلو قوي، واولادي شكروا فيها. بس هي كل اللي فيها زي ما قلت لكم كانت رقيقه شويتين. فانتي ما تفردهاش قوي زي ما انا فرداها، عشان الطبقات تبان فيها، وعلشان كمان اللي ما بحبهاش رقيقه قوي كده. ما شاء الله هي كانت طريه، بس زي ما قلت لكم ما كانتش محمله علشان انا كنت فردها جامد. هقطع حته بقى كده بالمقص، الولاد مستعجلين ريحتها حلوه قوي وعايزين ياكلوا منها. بصوا طعمها حلو قوي قوي. انا عايزاكم تجربوها، طبعا كانت معايا لسه سخنه نار. وبألف هنا وشفا مقدما اللي هيجربها. وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والكومنت الحلو اللي بيفرحني، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني واشترك في القناه. بجد هبقى مبسوطه وسعيده قوي باللي يشترك في القناه ويكتب لي كومنت حلو زيه كده. وامانه عليكم اللي استفاد اي استفاده من الفيديو ما ينساش اللايك، علشان الفيديو يرتفع وكله يستفاد من الفيديو، ويستفاد من اي معلومه ولو بسيطه في الفيديو. طعمها حلو قوي بجد، انا عايزاكم تجربوها. والطريقه سهله جدا جدا جدا، عمايله ما بياخدش اي وقت اطلاقا خالص. هو كل اللي فيها بس ان انت بتسيبي بين كل فتره يريح حوالي ربع ساعه على الاقل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع الف سلامه.